لما جيتكم اليوم بالغوسيت متاع الملوخية، حاجة ياسر بينا وسهلة ماهلة. أول حاجة باش نفوح اللحم، أنا خذيت علوش وبقري، تنجموا تاخذوا جوست علوش ولا جوست بقري. لهنا فوحت بربع مغرفة صغيرة كركم، شوية ملح، مغرفة صغيرة معبية تبل وكروية، فلفل أكحل. حاجة مهمة ردوا بالكم الملح خاطر الملوخية مالحة، جوست رشة صغيرة به. مغرفة صغيرة هريسة عربي، مغرفة صغيرة تومات كونسونطري. نعرف برشا ما يحطوهاش، ما انا نعملها هكا، هذه طريقتي راهي تجيب بنينة ياسر. 6 فصوص ثوم مهرسين. وتوا باش نفوح اللحم كنت نجموا تفوحوه حتى قبل بليلة، هي اليسر. انا عملت جوست قبل بساعتين، ما على قد ما يقعد شوفيح وعلى قد ما ابن به. تو باش نتعدى الملوخيه، باش نحاول نعطيكم فريمون لي ديتاي باش حتى المبتدئين ينجموا يجربوه. عملت 2 فناجين زيت قهوه عربي، خلطت بين زيت زيتونه وزيت قطانيه باش نحط عليهم 4 مغارف كبار ملوخيه. المغرفه كبيره ملوخيه هي ايكيفالونت لصحن 3 اوراق رند. وباش نخلط كل شيء، تنجموا تقليوها شويه في النار، انا نخلط في البارد. وتوا باش نزيد 1.5 لتر ماء يغلي، شورتو الماء لازم يكون يغلي، دونك على 4 مغارف كبار حطيت 1.5 لتر ماء. نخلط مليح ونحطها توا على الغاز، نخلط حتى لين تتحلي. ومن بعديكا باش نغطيها ونحطها كيكه نص ساعه قعدت تغلي. تو باش نزيد عليها اللحم، وهذيك هي الحكايه وهذيك هي الملوخيه. شفت كي قلت لكم سهله ماهله. دونك تو باش نغطيها جوست ساعة نتفقدها، ساعة نحركها. كان حسيتوها ناقصة ماء تنجموا تزيدوا شوية، ونحطوها كيك على نار هادية حتى لين تقر الزيت متاعها. دونك لهنا ديجا بدات تقري في الزيت متاعها، ماهيش ناقصة ماء. بعد الإطرة ونص اللي عملتها ما زدت حتى شيء. شوفوا لهنا كيفاش قرت الزيت متاعها، طفيت عليها الغاز. ما تنساوش تجربوها، تعطيوني رايكم، تعملوا لي ابوني وصحوا بشفاء.